عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة وفي احسن حال يا رب. كل سنة وانتم طيبين وبكل خير يا رب. النهاردة خامس يوم رمضان. رمضان طاير طاير كده، يعني مش عارفة فجأة كده بقينا خامس يوم. الفيديو ده مصوراه من قبل رمضان بكام يوم كده، وكنت طبعا عايزه انزله لكم، وكالعاده كنت متاخره زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. شكرا لاي حد سأل عليا. الحمد لله بقيت احسن كتير، والحمد لله كانوا شويه بس تعب كده في الركبه ومش عارف ايه وكده وحركات، والحمد لله عدوا يعني. بس فبصوا بقى فيديو النهارده انا فخوره بنفسي فيه قوي قوي قوي. لسبب الفيديو ده عملت فيه محشي بقى كله، يعني محشي بقى كرنب وكده، وانا عمري ما عملت محشي كرنب قبل كده. يعني كنت بعمل مثلا خضار بقى اللي هو كوسه وبتنجان ومش عارف ايه وكده، لكن محشي كرنب ده كان دايما باكله جاهز يعني. فاهم؟ في بيت جدي بقى بيعملوا المحشي وانا اكله جاهز، يعني مش بقى او مثلا ايه يبعتوا لنا الحله عند ماما معموله جاهزه. عارفين انتوا، ربنا يبارك فيهم يا رب، وفي كل حد كده عنده حد بيكون واخد باله منه، يكون دايما مش بياكل حاجه غير بيه والاجواء دي. فطبعا عشان انا هنا بقى ولوحدي وكده، فاللي هو اسيا اليوم ده قالت لي انا نفسي اكل محشي. وطبعا في الاخر بعد كل الهده دي هتاكل لها واحدتين تلاتة بس. قلبي بصراحه ما طوعنيش، فقلت لا لازم بقى نقوم ايه اعمله لها. فكان عندي زي ما انتوا شايفين كده بقى المطبخ كان فيه حبة مواعين على حبة حاجات، فانا مش بعرف اشتغل او اطبخ يعني او اعمل اي حاجة غير والدنيا نظيفة، عشان الدنيا تبقى اسهل. يعني بحس كده يبقى اسهل وانضف واروق وكل حاجة. فعملت بقى غسلت كده شوية المواعين دول وقلت بقى ايه اروق واظبط وكده الاول، وبعد كده بقى ايه هندخل على عمايل المحشي. وعايزه اقول لكم بنتكم شرفتكم وحياة ربنا، طالع جامد 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 كأنه بتاع رشا وبيت جدي وكده بالظبط. وطبعا هي يعني متألقين ان هم بتوع المحشي واجمد محشي في الكوكب وبتاع. فانا اهو شايفين عملت بالنصايح. المهم قولوا لي بتعملوا ايه في رمضان، وايه العادات المكتسبة الجديدة اللي انتم مدخلينها على حياتكم السنة دي. بصوا انا كل سنة بزود حاجة او بدخل عادة مثلا. بحب ان انا احطها تبقى جديدة حتى لو هي مثلا بسيطة. يعني مثلا اي حاجة تحسوا ان انتوا بتزودوا تواصلكم مع ربنا بيها. مثلا حد هيصلي ركعتين ازيد، او مثلا يطلع صدقة، او مثلا يقول كلمة طيبة، او مثلا يحط في دماغه ان انا هجبر خاطر النهاردة مثلا حتى لو بالكلمة كويسة. يعني اي حاجة تبقى زيادة ان هو رمضان نزودها علينا غير الصيام وغير طبعا اللي هو كفاية روح وكده وايامه الجميلة. فقولوا لي كده اي حد بيعمل اي عادات جديده يقول لي برضو نشارك بعض، حتى لو حاجه بسيطه خالص. يعني لو مثلا انا قررت النهارده ان انا صاحيه هقول لاي حد كلمه حلوه عشان يضحك، علشان مثلا اخد ثواب ان هو ضحك بسببي، او اي حد محتاج اي حاجه هقول له اي حاجه، هحاول اساعده في اي حاجه عشان هو تبقى حاجته دي اتقضت بسببي. فاهمين؟ شريط الليد اللي كان واقع ده بقى ملناش دعوه بيه، سليم وكويس وكل حاجه، وهنركبه مع بعض دلوقتي. بس عايزه اقول لكم ان هو قاعد كده بقى له فتره، بس اللي هو يلا نركبه. انا محتاجه اعمل مسامير في الحيطه، يلا نركبه. فين وفين بقى على ما الحمد لله الاستجابه جت يعني. عندي واحد الناحية التانية كان متركب، عشان برضو كذا حد سألتوني بتلزقي الليد ازاي وكده. الناحية التانية كان ملزوق عادي بدبل فيس، بس كان قوي جدا وكان من زمان قوي اول ما الحاجات دي طلعت. يعني اول ما موضوع الليد ده ابتدى ينتشر واللزق والدبل فيس بتاعه يظهر. فدايما الحاجات اللي بتظهر كده في الاول بتبقى حلوة قوي. فده كان من الاول، عشان كده حلو جدا وثابت. التاني ده بقى كل ما الزقه بيقع، فالمسامير كانت هي الحل بصراحة. وهنا كان في بقع على البوتاجاز، فالكلوريكس طبعا معانا الجل ده تحفة وخطير وما بستغناش عنه. سواء ده او البخاخ بيطلعوا اي بقع وبيبقوا نضاف قوي. وعشان انتوا بتحبوا فقرة تدخل اسيا في الكلام وكلامي معاها، فسبت لكم المقطع ده بصوتها وارجع لكم تاني. عشان انت عايزه تعملي معاها عشان تيجي فين؟ شاشة. تيجي على الشاشه؟ طب بصي واو كده كده واو هتيجي في الشاشه؟
خلاص ماشي يا اسيا، والله هطلعك معايا في الشاشه. تحفه خالص. ماشي خلاص يلا، انت كده جيتي في الشاشه اهو. انا احسن من اختي. احسن مني؟ يا رب تبقي احسن مني يا اوسي. هو انت نادله قوي؟ نادله قوي طب عدي بس، عشان دي مش بتاعه البتاع ده اصلا، دي مش بتاعه ده، الكلور هيجي على ايدك. لا انا اسيبيها. طيب خلاص اوكي. خلصتي؟ لا لسه ايه؟ هي لحظة. هي ما خلصتش؟ طيب شكرا عشان بتليض دي بتليض. انا سألتك. خلاص انت ساعدتيني اهو يا اسيتي. يلا شاطره، روحي اغسلي ايدك مكان الكلور يلا بسرعه. بس رجعت لكم تاني بعد الفاصل الاعلاني بتاع اسيا. البت المجرمه بتقول لي انا احسن منك، شايفين؟ ما جابتش ال4 سنين وبتقول لي انا احسن منك وبعمل يعني حلو خالص وكده. المهم بلمع الازاز. قلت لكم على الانستجرام تقريبا، لسه ما قلتلكوش هنا. المهم ان انا اكتب اكتر معاكم كل يوم على انستجرام، وحقكم عليا على اليوتيوب ان انا بتاخر او كده. المهم كنت بقول لكم على انستجرام ان في ماكسيل جلانس كده بتاع ماكسيل، ده حلو جدا برضو لتنظيف الازاز، بس بيعمل طبقه كده بيبقى عايز مناديل بعده. الفريده ده خفيف وعلى السريع كده، يعني لو الازاز عندكم مش متوسخ قوي او الدنيا على السريع يبقى فريده ده منجز اكتر. بايظ بقى ودهون ودهننه والكلام من ده، ماكسيل حلو قوي لونه ازرق كده. هحاول احط لكم صورته او هتلاقوه معايا في الفيديوهات اللي جايه يعني باين وكده. المهم عايزه اقول لكم بقى ان كل اللي على الرخامه ده اتغير، هتشوفوه في الفيديوهات الجايه تغيير جذري. والمطبخ مسكته بقى كده، نظفت كل حاجه فيه وروقته بالدلف من جوه ببره بكل ده. كل ده كنت عايزه انزله لكم والله قبل رمضان، اللي هو تنظيفات رمضان وكده، بس اتاخرت، حقكم عليا. فان شاء الله هتشوفوا كل الكلام الجامد ده في الفيديوهات الجايه. والفيديو بتاع زينه رمضان والله زعلانه قوي، كان نفسي ينزل ليله رمضان بس يلا خير. بصوا بقى عشان تشوفوا المصداقيه اللي انا فيها، راح اعمل المحشي فما لقيتش احسن من طريقتي. كنت عاملاه قبل كده من حوالي 2 ولا سنه وشويه معاكم هنا برضو على يوتيوب، كان محشي وبط تقريبا، والله ما فاكره. المهم فيديو يعني بتاع المحشي، فقلت ايه اجيب نفسي اتفرج عليا عشان لو اي حاجه نسياها اخدها من نفسي، عشان انا واثقه ان الفيديو بتاعي انا متاكده ان انا عامله الطريقه حلوه وكل حاجه إلها صح، مش زي مثلا اللي يقولوا اي كلام وهم بيبقى الدنيا يسوحونا وراهم. فجبت الفيديو بتاعي علشان اتفرج عليه، وبعد كده بقى بفضل بصوا اتفرج على نفسي وبقلد يعني بعمل نفس الحاجه. جبت البصل قطعته، والكرنب ده كان جاي جاهز معمول جاهز بس كانش حلو. بصراحة كنت مخلية ان انا عايزة كرومبة، فما لقيتش كرومب وما لقيتش غير اللي بيتباع عند الراجل هو اللي جاهز ده بس. تمام. يوميها كان الكيلو ب35 جنيه، بيجي متنضف ومتقطع ومسلوق كده، بس كان جاي حاسة ان الورق يعني مش مسلوق قوي، عاملينه زي ربع سلقة مش نص سلقة، وكان صغير قوي في تقطيعته، اللي هو يا دوب رول كده فالسريع ويلا. انا كنت دايما بحب اما اجي احشي يعني مع ماما وكده، كنت بحب ان انا اقفله من الجنبين وبعدين ارله كده، ان هو يبقى متقفل من كل حته. ماما عادي ممكن اللي هي ترول وخلاص، مش لازم يتقفل، وكده بيتقفل مع البوتاجاز على النار، يعني مع النار السوا وكده. اللي هم بعتنهولي ده هو كده كده ما ينفعش تقفلوه من الجناب، هو مساحته صغيره جدا، الورقه ناشفه شويه، فما تقدروش تلفوا من الجناب زي ما انا كنت بحب اعمل. فبقيت ارول كده زي ماما، وطلع جامد جدا وتحفه بعد التسويه. خدت كميه بصل كتير وحطيتها في الاول حته زبده ومعاها شويه زيت، حمرت البصل، فلفل بيدي طعم حلو قوي، لو عندكم فلفل الوان ممكن تحطوا برضو، بس هو الاساسي فيه الفلفل اللي هو الرومي الاخضر ده. بعد كده بقى كل التوابل، توابل المحشي، كمون، فلفل اسود، معلقه توم، كل الحاجات بقى، كل الحاجات اللي عندكم، معلقه كزبره، بابريكا ايه تاني يا ربي، كل التوابل اللي عايزين تحطوها. المحشي عموما بيحب التوابل دي. معلقه التوم اهي المفروم ببقى متفرز ومتشال عندي، والكمون والكزبره وكل ده وبس. وبعدين بحط معلقه صلصه كده، وطالما حطيت صلصه او حاجات فيها طماطم تحطوا معلقه سكر علشان ما يبقاش فيه اي حموضه والتسبيكه ما تبقاش دسمه وتقيله، والملح، وقلب قلب قلب قلب.
وبعد كده هنزل بقى بالطماطم اللي هي اللي انا اصلا ضرباها. طبعا الكيتشن عندي في ذمه الله دلوقتي لحد ما يتصلح، فبستخدم الكبه دي نوعها مونوليكس، عشان برضو بتسالوني نوعها مونوليكس حلوه قوي. بستخدمها بقالي دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحميكي يا بنتي، عشان انا خلاص انتي ايدي ورجلي دلوقتي بقالها 5 سنين وكويسه معايا قوي. بعمل فيها كل حاجه. عملت الطماطم وحطيتها تتسبك كده، وبعدين باخد بقى البتنجان ده بلوحه كده. اول بغسله طبعا كويس عشان مكان ايد الناس وكده، وبعد كده بلوحه بس مش بقليه، بلوحه. في ناس مش بتلوح البتنجان، يعني في ناس عادي مش بتعمله كده. وبطلعه واصفيه، وبعد كده اسيبه لما يهدى، وبعدين نبتدي بقى ايه نحشيه. تمام كده. على الجنب التسبيكه بتتعمل اهي، بتتخدع، والبتنجان خلاص كده طلع. نضفت كل حاجه. بصوا اي حاجه بتقع اي حاجه كده او كده بنضف مكاني اول باول، علشان الدنيا تبقى ايه برضو نضيفه حواليا. اول ما اخلص ابقى منضفه كمان، ارتاح بقى واقعد بقى كده مرتاحه ومسترخيه. والله بصوا بتبقى اجواء حلوه. لما تخيلوا كده بقى حله المحشي لما تطلع وانتم منضفين ومخلصين، اللهم اني صايمه. هي ماشي. المهم خلصت كده كل الحاجات، وبعد كده نروح بقى مع بعض نحشي وكده. طبعا كل البيوت المصريه اول يوم كانت محشي. انتوا فطرتوا ايه؟ قولوا لي فطرتوا ايه يا ولاد. انا فطرت مكرونه بشاميل. انتوا قولوا لي فطرتوا ايه اول يوم. وكنت معزومه بره وما كنتش في البيت، وما كنتش بقى في اجواء بيت جدي زي كل سنه وكده. السنه اللي فاتت برضو كنت هنا في شقتي، بس كانت ماما معايا. بصراحه كان رمضان احلى، يعني الحمد لله الحمد لله على كل ايام ربنا. بس كان رمضان السنه اللي فاتت احلى كتير كتير كتير، وفارق في حاجات كتيره قوي. فاللهم لك الحمد يعني على كل حاجه، وكل ايام ربنا بيديها لنا كل ايامها حلوه. بصوا هنا بقى هفتح لكم الصوت واسيبكم بقى ايه تنطلقوا معايا مع صوت الحقيقة، مع صوت الطبيعة. بس بلانشا شكرا شكرا يا بلانشا على المجهود. ما قطعتش عليها بصل، قطعت عليها بس الفلفل. فنضيفة ما فيهاش حاجة يعني. وده نضيف. ده اللي هو البتاع اللي احنا جايبينه. ودي الخضرة. احطهم بقى كلهم كده ايه على الرخامة. هذا الخضرة اتقطعت واتغسلت وكل الحاجات اهي كده تمام، عشان لما اجي احشي كل حاجة تبقى تمام كده، ما يبقى يعني خلاص على حاجة. بجد ما شاء الله ما شاء الله الاحواض الكبيره منجزه جدا. مش هتسمعوني كده، منجزه جدا. الحوض ما شاء الله بياخد حاجات كتير. خلي البتاعه دي بس اللي ما بعرفش اطلع اللون اللي منها ده، تبقى عايزه محتاجه انقع الكورات. وبصوا بقى الصفايه دي ما شاء الله ما شاء الله اختراع، اللي هو كل حاجه فيها يلا. الحوض بقى ايه مش حاجه تتسد ولا كده. طبعا لسه فيها اصلا، ولكن لسه الشغل مازال قوي يعني. اغسل بقى السكينه والبتاعه دي عشان نبقى خلاص كده معندناش مواعين. زي ما بقول لكم كده انا بغسل طول ما انا شغاله، يعني طول ما انا شغاله بغسل اول باول. مش عارفه اخد لكم البتاع معايا عشان طبعا كل شويه هلف الكادر وارجع اظبطه الحوار. لا حوار، لكن انا طول ما انا شغاله دايما يعني حتى لو مش بصور كده بنجز على نفسي بطريقه والله مش متخيلين، والدنيا بتبقى لطيفه قوي واسرع. طول ما انا شغاله بلمع وبعمل وكده عشان اخلص. الاقيني بقى بخلص برتاح، مش بخلص افضل بقى انا خلصت ولسه هلمع وارتب. لا، خلصت اللي هو انا خلاص خلصت بقى. فاهمين؟ كل حاجات خلصت سوا، مش خلصت وهي بتوع دول عندي بقالهم سنين كتير. حاسه ان موضتهم ادمت، ولكن مؤقتا لحد ما نجيب زرع بقى حلو. الزرع بيدي شياكه بصراحه في المكان، مش اشيك حاجه ولكن احسن من ما فيش. دول كده خلاص. باي باي يا حبايبي. ازاز مليانه
البتاعه دي، وكانوا ايه البتاعه دي عمليه قوي بالمناسبه. كده خلاص كده فله، بس عايزه دي بقى ايه دي بتاعه السمنه، كانت في مكان السمنه، ودي العيش والجزرايه حد ياكلهم بقى، السندوتش والجزرة. شوفوا المواعين ما بتخلصش، تقولي خلاص تقولي اي حاجه كده منسيه هنا ولا هنا ولا هنا، كده كده العلبه دي مش محتاجاها. قلت خلاص يعني لو البتاعه خلصت عندي علب تانية، ولكن يعني لعل وعسى احتاج احط فيها حاجه. شوفوا اول ما شريط الليد اتركب راكب وكل حاجه، بس كان واقع. بصوا انا اصلا غسلتها انا هرميها، محتاجاها فعلا، محتاجاها لان انا اصلا عندي علب دي جايه من عند ماما وفيها سمنه بلدي، اساسا عندي علب فاضيه، يعني علب شكلها حلو وفاضيه. مش محتاجاها، بس مش عارفه ليه ما رميتهاش قبل ما اغسلها يعني. يلا في ايه اللي خدها يبقى خدها نضيف. بس باي باي يا حوض، باي باي. البتاعه دي كنت شايلاها حطاها هنا اللي هما اسمهم ايه طقم التوزيع ده، علشان بس ما بحبش شكلها في الكاميرا كده، الوانها مش مريحه بالنسبه لي، بس اكيد مش هرميها يعني شغاله لحد ما اجيب حاجه تانية تبقى ديكوريا شكلها احسن. لكن هو طقم كويس بقاله 5 سنين شغال، لكن هي مشكلتي مع الوانه. بقى كل الحاجات اهي خلاص، عشان لما التغطية تخلص يبقى كل حاجة هنا ايه جاهزة على العمايل. بس كده هنا بقى ابتدت معركة كده، خلاص التغذية خلصت، حطيت عليها الخضرة وهي بره كده، ما بقلبش الخضرة على النار ولا حاجة. الخضرة طبعا كتروا كده خضرة عشان تبقى ريحتها حلوة والدنيا تبقى يعني بتفرق. وبعد كده بقى ابتديت ان انا احشي. عايزه اقول لكم اليوم ده كان عذاب جدا، يعني الفيديو بعد المونتاج نص ساعه الا 5 دقايق. والله العظيم قعدت ليله كامله في الحفله دي، اسيا بقى وعايزه تحشي وتحط ايديها، ولا شيلي ايدك وحطي ايدك، وخناقات وحوارات اليوم ده. فالحمد لله بعد كده يعني لما جيت بقى احشي في رمضان، عملت محشي برضو في رمضان تالت يوم. عملت ايه بقى، رحت خلصت كل حاجة وقعدت احشي، اديتها حتة صغيرة تلعب فيها في طبق كده ابعد عني شوية، وقعدت اعمل بقى كده في هدوء، فخلصت اسرع. فانتوا برضو ايه يعني خلصت التخديعة في يوم لوحدها والحشو لوحده، عشان ايه ابقى بعمل كل حاجة بالراحة بالراحة، ما اقساش على نفسي قوي برضو، ما احسش بتعب وارهاق جامد، وتبقى كل حاجة خلصانة كده في وقتها. حاجة كمان بقى، هنا كنت بحشي بالمعلقة او بايديكوا حسب انتوا، كده كده انتوا اللي هتاكلوا يعني، وولادكم محدش غريب. بس بحط كده في الأرضية بتاعة الحلة البصل بفرشه كده، وبعدين بحط بقى برص الحاجات الرصة اللي انتوا طبعا تحبوها. وكانت طالعة خطيرة جدا بصراحة، المحشي كان طالع حلو قوي يومها والله ما شاء الله، اللهم بارك. سقفولي بقى سقفولي. انتوا عايزه اقول لكم اللي وصل لحد هنا يعني دلوقتي، انتوا بتشتركوش في القناه ليه يا جماعه؟ بشوف الحاجات بتاعه القناه عندي الاقي 90% بيتفرجوا من غير ما يشتركوا. ليه يا جماعه؟ اشتركوا بقى عشان تشوفوا الفيديوهات اول باول كده، ونكبر القناه وتبقوا معايا على طول. بصوا هنا ايدي باشت حرفيا من الشغل، بس الحمد لله كل الشغل ده اول ما بتخلصوا وتلاقوا كده ان انتوا كل حاجة نظيفة والمحشي اتعمل واسيا دقيته، حتى لو هتاخد منه واحدة يعني زي ما عملت كده 1 2 3، فانا في قمة سعادتي ان انا عملت لها الحاجة اللي هي عايزاها، وما فضلتش اجل لها بقى اللي هي نفسها فيه لحد مثلا ما نروح عند ماما او كده. فانا فرحانه قوي والله العظيم بمجرد الاحساس ده. هنا بقى الميه المظبوطه او القعد المظبوط للمحشي الكرنب، المفروض ان انتوا تغطوه بس ما تغطوهوش قوي، يعني بتغطوه بس اللي هو زي ما انتوا كده ايه هتشوفوا دلوقتي، يا دوب الميه تبان، مش تغطيه قوي زي الرز او كده.
ومش زي البتنجان والكوسة ان المية ما تطلعش وما تبانش من الحاجة تبقى في نصها. لا، الكرنب بتغطوه بس تبقى ايه بسيطة كده، سواء بشوربة او مية، وتحطوا مرقة اللي انتوا ايه حابينه. يعني بصوا المية كده التسوية دي كانت مظبوطة بالظبط، وما خدش مني وقت طويل. بشغل عليه النار لحد ما يغلي، ياخد غلوة كده، الاقيه بق 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 كده، اروح ايه موطية النار واسيبه بقى يستوي براحته، بيطلع مظبوط جدا. عملته مرتين، المرة اللي معاكوا دي والمرة اللي تالت اول امبارح، في المرتين طلع مظبوط جدا وتحفة. هنا بقى البتنجان لا، التسوية كده نص والدنيا اهدى. عايزة اقول لكم ان ده كان تاني يوم، انا بيت بقى الحلال وقمت تاني يوم وافتح لكم بقى الصوت تكملوا اجواء الطبيعة لحد بقى ايه اخر الفيديو وبس كده. فهحط ملح بس وبس كده، واسيبه بقى يستوي ويعيش حياته. هو ببقى معليه النار في الاول وبعد كده بوطي. بس خلاص كده حطيت الملح، بغض النظر يعني عن الايد اللي اتحرقت دي بتاعه الحله، مش لاقيه لها حل. اللي عنده حل يقول لي. الحله كلها كويسه من جوه. وكمان هنا برضو حطيت ملحت وحطيت المرقه وباي باي كده خلاص الحمد لله. كلموني بقى عن احساسكم كده، والبوتاجاز نضيف والمطبخ نضيف والدنيا نضيفه وكل حاجه هنا نضيفه، مفيش غير الرينج لايت. فكلموني عن احساسكم كده وكل حاجه نضيفه، والمحشي على النار في اخر حاجه. كلموني اللي هو سقفه القشطر كتكوت اهو، قلبتها على الصينيه. وبصوا حاضر يا اوسي، بصوا مستوي حلوه قوي، مفيش اي حاجه لازقه في اي حاجه اهو. انا لحد دلوقتي وحياه ربنا انا مش عارفه انا ازاي نسيت اصور لكم الكفته وانا بعملها. مش متخيلين انا من فرحتي بالمحشي قعدت اكلم ماما واكلم رشا واكلم الناس كلها لو شوفوا عملت المحشي، وشوفوا محشي الكرنب طلع معايا جامد قوي ومش عارف ايه، ونسيت وانا بقى قاعده بكلمهم وعماله بعمل في الكفته، نسيت اصور لكم الكفته. متخيلين الكارثه. فالمهم هحكي لكم يعني انا عملت ايه. وده نص كيلو، اهلا يا اوسي، ده نص كيلو لحمه مفرومه، حطيت عليه بصل، حوالي 3 بصلات كده مفرومين في الكبه، دي واحده كده شارده مش عارفه لها مكان، المهم ورحت عاملاها كده وايه، وحطيت عليهم فلفل اسود وتوابل، وحطيت معلقه صغيره توم، اول مره اجربها فيه، وبقسماط. وما كانش رشا قالت لي اعملي يا اسراء حطي عليه بيكنج باودر، ما حطيتش حقيقه يعني، ما لقيتش فما حطيتش. ماشي. وايه تاني؟ بصوا لونها حلو قوي، مش عارفه بقى افتح لكم، واستنوا كده هفتح الاضاءه اهو. بصوا المهم يعني، وحطيت بقسماط وحطيت ملح فلفل اسود وتوابل، وحطيت تركه جديده كمان توابل بهارات بتاع ده، توابل برجر. كان عندي توابل برجر ما بحبش احطها في البرجر، حطيت منها معلقه كده ولا حاجه. تمام. نص كيلو عمل لي ما شاء الله دول. وهنا على الناحيه التانية دول بسويها كده من فوق على في واحده بتشرب ملح، لو سمحتي. بس رجعنا بعد خناقه المحشي بتاع ده الملح. فانا وحطيت حته سمنه بلدي كده على كل واحده زي ما انتم كنتوا شايفين، حته نونه كده عشان يبقى فيها ريحه سمنه بلدي، وما حطيتش زيت ولا اي حاجه وبس كده. نعم يا روحي. فانا والله كان نفسي اصورها لكم، بس هو زي ما شرحت لكم كده، عشان السمنه كانت في البتاع يا اسيا في الثلاجه. بصوا دي هناك الناحيه الثانيه اهي. نقطه السمنه بقى لما بتسيح عليها كده بتبقى جامده جدا يعني. بس فانا سامحوني. شوف بقى ان انا
كفايه سمنه. المفروض ان انا لو عندي بقى حته فحمايه بتنقل الدنيا في حته تانية، تمام. ولكن انا ما عنديش فحم للاسف الشديد، فمش بتغطوا عليها كده وتقوموا حارقين الفحمايه وحاطينها في حته فويل في الحته الفاضيه دي مثلا، وتروحوا ايه مطفيينها بنقطه زيت وتروحوا مقفلين الفويل، بتطلع اجمد حاجه في الدنيا. لكن انا ما عنديش فحم فمش هعمل كده. كمان هنا بقى كانت المعركه اللي بعد الكفته، الكبه والحاجات والحركات، وغسلتهم وواقفه وناسيه خالص ان انا بصور. تخيلين ناسيه خالص ان انا بصور وعماله بقى زيطه وبغسل قلت ايه ده ما صورتش الكفته، ورحت بقى افتكرت وجيت لكم على طول. ماما والى هنا سيداتي انساتي، خلاص كده. شايفين العظمه؟ بنتكم شطوره، سقفولي بقى. بنتكم شطوره. انا فرحانه بالاكله دي اوي والله العظيم، مش متخيلين ازاي. فبس كده، يا رب اشوفكم على خير في فيديوهات جايه تانية كتير، ويلا باي باي.